نقدم لكم متابعين الأعزاء سيارات المصارع والممثل الأمريكي الشهير هولك هوغن. حيث امتلك المصارع الأسطوري هولك هوغن والبالغ من العمر 61 عاما خلال مسيرته المهنية الناجحة سيارات عديدة، نذكر منها سيارة دوج تشالنجر طراز 1968 ودوج تشارجر SRT8 ودوج فايبر، بالإضافة إلى سيارة شيفروليه كامارو 2010 وهامر H1 وبعض الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية. كما ظهر الأمريكي تيري جين بوليا المعروف بلقب هولك هوغن في حملات خيرية عديدة، نذكر منها ظهوره مع شيفروليه ستينغراي وسيارة كامارو SS1 التي وضع توقيعه عليها وبيعت ليذهب ريعها للأعمال الخيرية. وعلى صعيد آخر، كانت أبرز حوادث السيارات التي ورد فيها اسم هوغن هو حادث سيارة تويوتا سوبرا، والذي تسبب به ابنه وهو يتسابق مع سيارة نيسان ZX350 ونجا وقتها من الحادث، ولكن صديقه تعرض لإصابة خطيرة. ويذكر أن هوغن بدأ مسيرته كمصارع محترف عام 1978 بعد عام واحد كمغني للروك، ودخل هوغن البالغ طوله 193 سنتيمتر إلى عالم السينما عام 1982، وسرعان ما أصبح واحدا من أشهر نجوم المصارعة والسينما، وفاز بعدة أحزمة ذهبية وبطولات أفلام شهيرة، كما كان أهم عضو في لجنة تحكيم مسابقة المصارعة تاف إناف. وانتهت مسيرة هوغن عام 2015 بإعلان اتحاد المصارعة إنهاء علاقته به على إثر تصريحاته العنصرية ضد الأفارقة. كما سبقها تعرض هوغن لنكسة مالية عام 2011 حيث أجبر على دفع 70% من ثروته لزوجته بعد انفصالهما. ووفقا لآخر الإحصائيات تقدر ثروة هوغن المتبقية ب8 ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل 30 مليون ريال سعودي، وذلك بعدما كان يملك 30 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 112 مليون و500 ألف ريال سعودي. لا تنسى عزيزي المشاهد أن تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالأسفل للاطلاع على آخر أخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي.